يحكوا لكم أنتم كيدكن عظيم. والله عز وجل في موضع آخر يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهل كيد المرأة أقوى من كيد الشيطان؟ هل المرأة أخطر من الشيطان؟ إيش رأيكم؟ طب أو لا؟ طيب، إذا أتينا إلى الآيات التي تتحدث عن الكيد في القرآن الكريم نجد بأن الكيد عدة أنواع: كيد الكافرين، كيد المنافقين، كيد الرجال، كيد النساء، كيد الشيطان، وكيد الله. إذن الكيد يكون في الخير ويكون في الشر. السورة التي جاء فيها إن كيدكن عظيم أي سورة؟ سورة يوسف. شوفوا هاي السورة بدأت في أول آيات فيها سيدنا يعقوب يقول لسيدنا يوسف فيكيد لك كيدا. كيد مين؟ كيد الرجال. ثم جاءت في حق امرأة العزيز إن كيدكن عظيم. كيد مين؟ كيد النساء. ثم الله عز وجل يقول ليوسف في آخر السورة كذلك كدنا ليوسف. والله عز وجل لما يقول إن كيدكن عظيم للمرأة، إذا كان هذا الكيد في الخير فهو مدح لها، دليل على فطنتها وحكمتها وقوة ذكائها. كيف أنا أقارن كيد الشيطان الضعيف بكيد الإنسان؟ الإنسان كيده يبدأ بالتفكير ثم تخطيط ثم تنفيذ. وذلك ما حدث مع إخوة يوسف. شو عملوا إخوة يوسف؟ أول إشي قالوا ليوسف هو أخوه أحب إلى أبينا منا، تفكير. بعدين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، تخطيط. ثم ألقوه في غيابة الجب، تنفيذ. نفس الشيء امرأة العزيز، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، تفكير. ثم غلقت الأبواب، تخطيط. ثم قالت هيت لك، تنفيذ. أين دور الشيطان في هذه العملية؟ وسواس في بداية التفكير. هو لا يملك أن يخطط، لا يملك أن ينفذ، ولذلك كيده مقارنة بكيد الشيطان أو بكيد الإنسان كيدا ضعيفا. طب فما بالكم عن الله عز وجل وهو يقول عن نفسه إن كيدي متين. المقارنة الحقيقية لا تكون بين كيد الشيطان وكيد النساء، وإنما تكون بين كيد الله وكيد الشيطان، لأن كيد الله عز وجل يكون في الخير مطلقا، وكيد الشيطان يكون في الشر مطلقا. فإذا تعرضت لكيد الشيطان فاعلمي بأن كيد الشيطان ضعيف، وإذا تعرضت إلى كيد البشر تذكري قول الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.